حاسة إنه بيستغلك، وإن كل مرة تقولي خلاص همشي يرجعك بكلمتين؟ شايفة وفاهمة اللعبة بس مش قادرة تمشي؟ خلاص أدمنتي؟ مبروك، انتي غالبا وقعتي مع تاجر مخدرات. عارف إن التشبيه قاسي شوية، بس كملي معايا. عارفة تاجر المخدرات بيكسب إزاي؟ مش بيدي المدمن الجرعة كلها، لأنه لو عمل كده خلاص الحدوتة خلصت. هو بيدي بس على قد الاحتياج، على قد ما يخلي اللي قدامه دايما محتاج. مرة اهتمام، مرة حنية، مرة كلام يخليكي تقولي يمكن فهمني فعلا، وبعدين يختفي، يتقل، وفجأة تحسي إن وجودك بقى تقيل عليه. والأغرب إن ده غالبا بيحصل بعد ما يكون هو نفسه عودك على الاهتمام. فتفضلي تسألي نفسك وأنا عملت إيه؟ هو اتغير كده ليه؟ يمكن مضغوط، يمكن أنا مكبرة الموضوع، ولأنك بتحبيه تصدقي، أو يمكن لأنك متعلقة بالإحساس اللي هو بيديهولك. الغريبة بقى إن النوع ده من الناس عنده موهبة مرعبة، يعرف إمتى يختفي وإمتى يرجع، خصوصا لما يحس إنك بدأتي تفوقي. ولو انتي مريتي بالنوع ده غالبا انتي عارفة المشهد الجاي. خليني أحكي لك المشهد اللي بيتكرر تقريبا بنفس الطريقة. انتي أخيرا قررتي تمشي بعد خناقات كتير وعياط كتير وكام وعد لنفسك إن دي آخر مرة. أول كام يوم جحيم، كل حاجة بتفكري بيه، الموبايل في إيدك طول الوقت، مستنية مستغربة هو ليه ساكت. بس بعد شوية تبدأي تهدي، تضحكي شوية، تبصي للموبايل أقل، تحسي إنك يمكن تقدري تكملي. وفجأة رسالة، مش آسف، لا، هو أذكى من كده بكتير. لازم تبقى جملة كده كأنها داخلة من الشباك. بجد للدرجة دي هان عليكي كل اللي كان بينا؟ أو مثلا أنا بس كنت محتاج أقعد مع نفسي شوية، أو بخباثة شوية. واضح إنك نسيتي بسرعة. شوفي الفن مش اعتذار ولا تغيير، جملة واحدة بس بيديها لك في الحتة اللي توجع، وفجأة كل اللي بنيتيه بيقع، قلبك بيرجع يشتغل، عقلك بيتلخبط، وباب الأمل بيفتح قدامك من جديد. فتقولي لنفسك يمكن فعلا بيحبني. بس استني، لو هو فجأة بقى بيحبك فعلا، طب ليه دايما بيرجع أول ما تحاولي تمشي؟ ليه الحنية بتظهر بس وقت البعد؟ ليه الاهتمام مش بيجي غير أول ما تزهقي؟ في ناس مش بترجع علشان بتحب، في ناس بترجع أول ما تحس إنها بتفقد السيطرة. شوفي الدقة، أهم حاجة عنده السيطرة. وعارفة إيه الحاجة الأغرب فعلا؟ إن النوع ده غالبا مش بيشوف نفسه وحش أصلا، هو دايما شايف نفسه ذكي، بيعرف يقول الكلمة الصح في الوقت الصح، فاكر إنه بيعرف يحتوي ويعرف يرجع أي واحدة حتى لو زعلانة جدا. يمكن أغرب حاجة في النوع ده إنه يحب يشوفك ماشية لآخر الطريق، وهو متأكد إنه بكلمتين بس يعرف يخليكي تلفي وترجعي تاني، وعارف إنه بكلمتين حلوين وشوية سهوكة يقدر يحل أي مشكلة. بس الحقيقة هو غالبا متعود إنه كل مرة واحدة تبعد يعرف يرجعها. فالموضوع بالنسبة له مش حب على قد ما هو اختبار. لسه أقدر أرجعها، لسه متعلقة بيا، لسه مستنياني. وأول ما يطمن إنها بقت في إيده تاني يرجع يتقل تاني ويختفي تاني، كأن كل اللي كان محتاجه إنه يتأكد إن تأثيره لسه شغال. في ناس مش بتعرف تحب، هو بس بيحب فكرة إنك لسه بتحبيه أو لسه عايزاه. علشان كده كل مرة تلاقي نفسك بتقولي بس هو كان حنين، بس هو ساعات بيهتم، بس هو وقت الزعل بيرجع. أيوة هو حقيقي بيرجع، بس بيرجع ليه؟ بيرجع علشان يصلح، ولا بيرجع علشان الجرعة قربت تخلص؟ وهنا
لازم أسألك سؤال يمكن يوجعك شوية. لو انت فعلا شايفة اللعبة وفاهمة اللي بيتعمل، ليه كل مرة بترجعي؟ ليه رسالة واحدة تقدر تهد كل قرار خدتيه؟ وليه كلمة منه ترجعك تاني من أول السطر؟ يمكن لأن الموضوع عمره ما كان هو وبس. يمكن لأنك كنت متعلقة مش بالشخص، لأ، بالإحساس. إحساس إن في حد اختارك، إن في حد فهمك، إن في حد كان في لحظة مخليكي حاسة إنك مهمة، حتى لو الإحساس ده كان بيجي بالقطارة. أنا عارف إن الكلام ده ممكن يوجع، بس أوقات الفهم بيكون أول خطوة للخروج. وده اللي يوجع بجد، إنك ساعات مش بتكوني متعلقة بالشخص، انت بس متعلقة بالأمل. أمل إن النسخة الحلوة دي ترجع تاني، أمل إن المرة دي هيكون بجد حقيقي، أمل إن كل الوجع اللي انت استحملتيه ما كانش على الفاضي. بس اسمعيني كويس، في فرق كبير بين إن حد يغلط ويحاول يصلح، وحد كل ما تحاولي تنسيه يرجع لك ومعاه جرعة جديدة، كلمتين حلوين وشوية اهتمام على قد ما يضمن بيهم إنك لسه في إيده. أوقات الرجوع مش معناه حب، أوقات الرجوع معناه إن اللعبة كانت خلاص بتخلص. ويمكن لأول مرة لازم تسألي نفسك سؤال مختلف. أكيد مش هو بيحبني ولا لأ، لأ، هو أنا بستنى إيه أصلا؟ حب ولا أنا بس مستنية الجرعة؟ صدقيني الحب عمره ما كان جرعة، الحب أمان. ويمكن أول لحظة ترجعي فيها لنفسك هي اللحظة اللي تبطلي فيها تستني الرسالة، وتفهمي إن اللي كنتي فاكراه حب كان غالبا مجرد واحد عارف كويس قوي إزاي يجيبك. وفي النهاية عايزك تقوليلي، انتي لسه مستنية الجرعة فعلا ولا خلاص عرفتي مين هم تجار المشاعر؟ ولو الحلقة دي عجبتك اعملي لايك وشير وسبسكرايب، وقوليلي كمان ازاي نخلي عرفتك افضل. عرفتك في اللحظة اللي ما بين السلام والسكوت، لانك كنت الحكاية اللي سابت جوانا صوت.